يا صباح الورد والفل والياسمين على اختي وحبيبتي وصاحبتي اللي بتتابعني. وحشتوني وحشتوني كمان مره وحشتوني. بحب الاول كده قبل ما ابدا معاكم اي كلام ارحب بكل اللي موجودين معايا في القناه. وجودكم معايا بيشرفني وعلى راسي من فوق. وكمان برحب بكل الناس الجديده معايا. وبتمنى اي حد بيشوفني كده ولسه ما اشتركش في القناه، اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه وتنوروني باشتراككم الجميل من كلمه اشتراك اللي باللون الاحمر اللي تحت الفيديو، وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل فيديوهات الجديدة وتكونوا من عيلتنا الجميلة. بحبكم جدا جدا جدا. عايزة اقول لكم ان انا مبسوطة جدا. في مفاجأة، يعني جوزي عمل لي مفاجأة هتشوفوها معايا في الفيديو ده النهاردة ان شاء الله. اول حاجة عايزة اقول لكم كده ان انا بدأت يومي كده زي ما شايفين، يعني بعد ما وديت ولادي على المدرسة بقى وخلاص. وكنت قعدت بقى شويه، يعني شربت لي كوبايه شاي بلبن كده مع بسكوته. وبدات بقى ايه كده الساعه 9 بدات ان انا اعمل الفطار ده طبعا لما جوزي صحي. قطعت كده طماطمايه مكعبات صغيره وبرطمان عندي ده فيه مش او جبنه قديمه يعني. لبن بيقطع عندي بحطه فيه، علبة زبادي باقية من حد ومش عايز ياكلها بحطها فيها، باقي جبنة رومي ونشفت محدش عايز ياكلها بحطها فيها. فالبرطمان ده بصراحة جميل جدا وفي نفس الوقت مغذي لانه بيبقى فيه لبن، شوية لبن فايضين بحطهم فيه، حتة جبنة قريش، حتة جبنة بيضة، اي جبنة عندي نشفت بحطها فيها. وحمرت شوية بطاطس وعملت فطار خفيف كده زي ما انتوا شفتوا. بصوا بقى، زي ما انتوا عارفين اللي متابعيني ان انا بروق الصاله قبل ما بنام. طبعا عارفين قلت لكم في الفيديو اللي فات واللي قبله ان الركنه اتكسرت طبعا ورميتها. رميت واحده والتانيه حطيتها في اوضه النوم عندي برضو بايظه شويه، مش هتنفع برضو للقعاد لان هي اتكسرت بس على خفيف شويه. تمام. فطبعا خدت القعده العربي دي من ماما وقلت لكم برضو في الفيديو اللي قبل كده، فهختصر معاكم. يعني عايزه اقول لكم ان القعده العربي دي بجد كانت تعباني. فانا قلت ايه يعني خلاص مؤقتا عبال ما نبقى نجيب ركنه كده بامر الله. فانا يعني مبيته كده الصاله مروقاها من بالليل، يعني بعد ما ولادي بيخشوا يناموا خلاص وكله نام كده ببدا بقى ان انا اروق الصاله وشغل المكنسه وخلاص. المهم سبت الدنيا كده ورحت السوق، وجيت من السوق بقى لقيت ايه جوزي عامل لي مفاجاه. نستعد للمفاجاه، غمضوا عينيكم. نفتح عينينا بقى كده واحده واحده. تا تا تا، هي دي المفاجأة. جيت من السوق لقيت جوزي جايب الركنة. بجد ما كنتش متوقعة. يعني انا كنت حاسة ان انا هجيبها وهتيجي، بس ما كنتش عارفة ان هي هتيجي بالسرعة دي. يعني انا الحمد لله الحمد لله ما بدعي ربنا بشيء الف حمد والف شكر لك يا رب بيتحقق. يعني ما بدعي ربنا بحاجة بتتحقق. فالركنه جابوها وطلعوها وركنوها كده بالشكل ده قبل ما ابقى اشوف انا هعمل ايه. فالمهم ايه بصراحه كنت مبسوطه جدا جدا. ف قلت بقى هعمل الغدا وبعد كده يعني ايه اقعد بقى امسح كده الدنيا واشوف انا هحطها فين. وطبعا لقيت ان انا هغير النظام تماما، هرجعه للنظام الاولاني خالص اللي انا كنت عاملاه. فالمهم بقى عايزه اقول لكم ان انا كان عندي لحمه وعندي شوربه وعندي الصلصه بتاع المحشي دي بعملها معاكم. لما باجي بعمل المحشي بجيب خضره كتير شويه وبجيب صلصه كتير وايه وبعين منها كيس او كيسين كده يبقى جاهز معايا. فطبعا انا كنت هعمل اكل غير اللي انا هعمله ده النهارده. فلما لقيت الركنه جت وهحتاج بقى ان انا اشوف هعمل ايه واليوم هيبقى طويل عليا، فقلت لا خلاص اخش اعمل الغدا سريع سريع كده. وقلت كان عندي 2 كيلو بتنجان متقورين كنت حطاهم في التلاجة. كنت هعملهم بكرة مش النهاردة، بس قلت خلاص انا هطلعهم واعملهم. ورحت نازلة جايبة معاهم نص كيلو فلفل رومي ده اكمل عليه. وقلت خلاص ان انا هعمل المحشي. ورحت مطلعة بقى كيس الصلصة بالخضرة، يعني هي صلصة محشي متسبكة جاهزة وبعد ما بتبرد تماما بحط عليها الخضرة واقلبها عليها وبشيلها كده في كيس في الفريزر بتبقى جاهزة معايا زي ما انتم شايفين كده. البتنجان طبعا متقور عندي جاهز. بدأت ان انا امع الفلفل كده وهشطفه. وبعد كده ايه هعمل بقى ايه المحشي وهتشوفوا كل ده معايا. عايزه اقول لكم ان انا يعني على قد ما انا فرحانه بالركنه على قد حاسه ان انا برضو مش فرحانه الفرحه اللي انا مش يعني. انا طبعا مبسوطه بيها لان كانت القعده البلدي دي بجد بتتعبني. ليه؟ لان انا مش بقعد، انا بقعد اقوم واقعد اقوم واقعد. مثلا اي حد من عيالي عايز يشرب بقوم انا اجيب له.
عشان ما يقعدوش يفتحوا ويقفلوا في التلاجة ويهبدوا فيها، ان هم مثلا بيفتحوا التلاجة وبيشربوا وهم فاتحينها وواقفين. فطبعا انا عايزين يشربوا، بقوم انا اللي بجيب لهم واصب لهم مثلا الميه يشربوا. وانا بعمل اكل باجي اقعد واروح ابص عليه تاني. يعني بقوم وبقعد كتير. فالقعده على الارض ما كانتش مساعداني قوي. فطبعا انت بتقعدي على الارض كل شويه تقعدي وتقومي، تقعدي وتقومي على الارض، غير قعدتك على الانتريه او الركنه او الكنبه بتبقى سهله. ان انت بتبقى ايه، بتقومي سهل. يعني فاهمين قصدي؟ يعني لو فاهميني قولوا ان انتوا فاهميني. اللي هو ايه، ان انت بتقعدي على حاجه عاليه بتبقى سهل ان انت تقومي وتقعدي، غير ما تقعدي في الارض وكل شويه بقى بتقومي. بس قلت يعني الحمد لله احسن من ما فيش. في ناس اصلا يعني ما عندهمش بيوت اصلا يقعدوا فيها. ف ربنا يصلح حالهم يا رب وينصرهم وينصر الاسلام يا رب كده، ويكون مع اخواتنا يا رب كده، ويقف معاهم وينصرهم ويبعد عنهم كل ظالم وكل مفتري يا رب، اللهم امين. فطبعا كل اللي احنا بنعمله علشان نقدر نساعدهم، واقل حاجة ان احنا هنقاطع يعني الحاجات بتاعتهم، المنتجات بتاعتهم. عندهم حاجات كتيرة هنقاطعها. لو في المسحوق هنلاقي الاريال والتايت والبرسيل، الحاجات دي كلها نقاطعها. الحاجات دي بتاعتهم، الاريال والتايت والحاجات دي من الشركة بتاعتهم. في بديل ليه الاوكسي، الاوكسي حلو جدا جدا جدا. انا بستعمله بقالي 3 شهور بجد والله. ريحة حلوة جدا، نظافة، بيخلي الهدوم مزهزهة بجد، جميل. في من حاجات الشيبسيات وحاجات بتاعت الاولاد، حاجات كتير قوي هبقى اقول لكم عليها. فانتوا الحاجات دي ماليه السوشيال ميديا، يعني هتلاقيها كتير قوي 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 على الفيسبوك. هتشوفوها وتقطعوها وندعي لهم وعلى طول نتحاسبن. فده اقل حاجه نقدر نقف بيها جنبهم. تمام. فربنا يصلح حالنا وحالهم يا رب، وينصرهم على من يعاديهم، اللهم امين يا رب العالمين. بجد بجد، على قد ما انا فرحانه بالركنه، على قد ما انا مش حاسه بالفرحه اللي هي حاسه. الجو كده، الجو كده نفسه حزين. حاسه ان الجو فيه حاجه كده عامله زي الفيروس كده، حزينه، مخليه الواحد مش فرحان من قلبه. مخليه يعني انا حتى عايزه اقول لكم والله والله ولادي قالوا لي، حسوا بيا ولادي قالوا لي يا ماما احنا حاسين ان انتي مش فرحانه بالركنه ليه كده. والله زي ما بقول لكم كده، انا يعني حاسه. حتى جوزي برضو قال لي انا كنت متوقع منك فرحه ما شفتهاش. فقلت له لا والله انا فرحانه بيها ومبسوطه طبعا، ده هتريحني كتير قوي عن ما كمان بقعد كل يوم كل يوم اشيل الشيلات واشيل السجاده واكنس وامسح واحطهم تاني. غير الركنه طبعا بنمسح الحتت الفاضيه الباينه، بنشدها ونمسح، غير ما بتقعدي تشيلي وتحطي، فهتريحني كتير جدا. قلت له انا فرحانه ومبسوطه بيها، بس يعني انا نفسي حاسه ان انا مش مبسوطه، او الفرحه اللي هي يعني فاهمين برضو من اللي احنا بنشوفه ومن الظروف اللي البلد فيها. فربنا يصلح الحال يا رب، وربنا معاهم ان شاء الله. فالمهم قلت بقى اعمل الاكل. كان عندي بقى شوربه، وكان عندي 4 حتت لحمه كده طلعتهم برضو، وعملت المحشي. وقلت بقى يبقى اكل سريع سريع كده عشان ايه انجز في يومي واخلص بسرعه. وطبعا انتوا عارفين حشو البتنجان مش بياخد وقت، بسرعه احشي احشي كده بسرعه وحطي في الحله. والتسويه بتاعته يعني بتاخد من ربع ساعه لتلت ساعه، مش كتير، وبيكون الاكل جاهز. كان عندي سمبوسك في الفريزر. عايزه اقول لكم السمبوسك دي محشيه لحمه مفرومه متعصجه، وبقالها شهرين كنت ناسياها. فطلعته بقى كده وقلت احمره برضو جنب الاكل يساعد، عشان اللحمه برضو يعني ايه مش كتير. اللي هو احنا 5 افراد، وكنت اللحمه 4 قطع بس. انا قلت عادي مش مشكله، انا مش هاخد. انا فرحتي بالركنه يعني مخلياني شبعانه. فالمهم بقى ايه، وكان عندي طبق ملوخيه كده فايض، مرضيتش ارميه ولا حاجه، عينته في الفريزر وطلعته زي ما انتم شفتوه وسخنته. وكان ده الغدا واتغدينا والحمد لله. غسلت الاطباق سريع سريع كده وحطيتهم، وسبت بقى ايه الحله بتاعه المحشي. حتى لحد دلوقتي والله لسه ما غسلتهاش. قلت اخلص بقى الركنه وكده وبعد كده هبقى اغسلها. جيت بقى هنا قلت خلاص هشيل بقى القعده العربي دي كده، وابدا اشيل الدنيا دي كلها. بصوا ولادي كانوا فرحانين ومبسوطين وعمالين بيساعدوني. كانوا فرحانين قوي 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 بالركنه. فربنا يفرحهم يا رب دايما كده، ويفك كرب كل مكروب، اللهم امين يا رب العالمين.
بدأت بقى ان انا اشيل الحافظة واشيل السجاد، وقلت اشيل بقى الدنيا اللي في الصالة دي كلها، وشيلت النيش كمان. عايزة اقول لكم ان انا فضيته وشيلته. هجيب لكم المقطع دلوقتي وانا بفضيه. بصوا خلاص شلته وشلت الكنبة هنا على جنب. هنا بقى النيش هرجعه مكانه تاني، الناحية التانية مكان كنبة الانتريه، علشان يبقى جنب الركنة، لاني ما كنتش حابة مكانه هنا خالص، عشان هنا كنت مجمعة الانتريه مع بعضه. يعني الانتريه ما بيبقى متجمع مع بعضه بيبقى الشكل حلو. فقلت بقى لو حطيت الركنة هناك مش هينفع احط ركنة جنب كنبة انتريه واحدة، فقلت لا خلاص هرجع النيش مكانه، ويبقى النيش قصاده الركنة، وهرجع كنبة الانتريه مكان النيش، ويبقى الانتريه محطوط هنا في الريسبشن كده على بعضه. عايزه اقول لكم الانتريه ده بقاله كتير قوي، يعني هو من جوازي، وكنت جايباه قبل ما اتجوز بسنتين. يعني كان جوزي جايبه واحنا مخطوبين، وحطه في الشقة طبعا، وكان متقفل ببلاستيك وبورق كده، قعد سنتين. وبعد كده طبعا اتجوزنا فكملت بيه، وهو معايا لحد دلوقتي. يعني ما شاء الله بقاله حوالي يعني حوالي 12 13 سنة اهو. فالفرش بتاعه ده كان يعني مش حلو، انا عملته بعد ما اتجوزت بحوالي 3 4 شهور. فكنت جايبه الفرش اللي هو الاسلامي ده، هو بصراحه مش عاجبني خالص خالص، فانا بفكر اشيله خالص، حتى مش هغير فيه، هشيله خالص، وهعمل ان شاء الله فرش تاني يليق مع الركنه. لو انتوا معايا في الكلام ده قولوا لي، انا هوريكم الشكل النهائي وانتوا هتقولوا لي. بص بقى انا فضيت الحاجات كلها على الانتريه زي ما انتوا شايفين. بصوا الفرش. المهم خلاص فضيت النيش كله اهو. عفوا معلش شرقت شرقه جامده شويه. المهم بقى ايه، جبت اختي الصغيره وخليتها زقت معايا النيش، وزقنا كده حطيته هناك زي ما كان، ورحت بقى ايه قعدت بقى رصيت كده الحاجه دي مع نفسي. ولادي راحوا الدرس وكده، وابني راح النادي بتاعه، وقعدت انا بقى ايه رصيتهم كده بمساعده طبعا اختي الصغيره، ورصيتهم. رصيت بقى النيش كله زي ما انتم شايفين. الحاجه كانت نظيفه، لان وانا بنقله ساعة ما الركنة اتكسرت كان حوالي من اسبوعين، وانا بنقله كنت مسحاه ومنضفاه. فيا دوب بقيت امسح بس الازاز كده الارفف يعني، وارص عليها. خلاص كده حطيته بقى هنا اهو على الحيطه دي كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين اهو، ده مكانه، وقدامه بقى هنا الفاضي اهو. هحط الركنه بقى هنا ايه في الحته دي. طبعا عايزه اقول لكم ان انا قعدت بقى اجيبها كده واجيبها كده، واحطها الشكل ده واحطها الشكل ده، واغير في مكانها من هنا لهنا، لحد ما رسيت على الشكل النهائي اللي هتشوفوه دلوقتي. اول حاجه عملتها رصيت عليها الشلت بتاعتها. الشلت بتاعتها اللي هي لونها الكشمير دي. عايزه اقول لكم هي قدامكم اللون جاي ازرق، لكن هي مش ازرق، هي جنزاري في كشمير. اللون اللي هو الجنزاري ده عارفينه، تحسوا ان هو يعني اللون الجنزاري ده. يعني هحاول ان انا ايه اعمل لكم اللون بتاعها، يعني احاول اوضح لكم اللون. بصوا بقى لحد ما رسيت على الشكل ده، وفرشت بقى السجاده وحطيت عليها الحافظه دي. الحافظه مش ماشيه معاه، بس انا ما عنديش حافظات اللون بتاعها ده، لان ما كانش عندي الالوان دي. فان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله، وعلى العيد بقى ان شاء الله ممكن ابقى اجيب لها حافظه تمشي معاها. تمام. عندي سجادة لونها بامبا، فممكن تمشي شوية معاها عشان فيها كشمير، والمخدات فيها اللون البامبا، فهتمشي معاها شوية حلو. هي بامبا سادة، وفيها في النص يا دوب وردة كده ايه لونها ابيض. فان شاء الله هتبقى تمشي السجادة دي. انا بفرشهاش على طول لانها تقيلة جدا. المهم بقى حطيتها كده زي ما انتم شايفين. هي الركنة 4 قطع، 3 قطع وزاوية، ومعاها الترابيزه الصغيره دي. طبعا المفرش ده كان عندي انا اللي حطاه، مش جايه بيه طبعا. معاه 7 خداديات زي ما انتم شايفين كده، مشكلين، اللي فيهم ورد وفي ظهرهم كشمير، فانا شكلتهم يعني كده. حطيت الورد مع الرصاصي مع الكشمير، الدنيا كده تمشي مع بعضها. والحافظه برضو لقيتها فيها رصاصي، فقلت برضو ايه هتمشي معاها يعني هتبقى حلوه. شوفوا بقى الدنيا كده وشكل الصاله بقى عامل ازاي. يا ريت تقولي رايكم، ولو في اي تعديلات برضو قولوا لي. انا حابه رايكم جدا بجد. انا كنت محتاجه حد يبقى معايا يقول لي اللي انا عملته ده يعني شكله حلو او لا، والتعديلات دي حلوه او اعدل حاجه تانية.
طبعا كنت باخد رأي جوزي، وبس جوزي بيقول لي حلو جميل، يعني يقول لي اي حاجة انت بتعمليها حلوة. انتوا عارفين بقى الرجالة ملهاش في الحاجات دي او التنسيقات دي او يعني. تمام. وفي البوف البني ده برضو هبقى انجده شبه الركنة بامر الله، اجيب له متر قماش كده وابقى انجده يبقى شبهها. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، مستنيه رايكم في التعليقات، واي تعديل منكم قولوا لي عليه. ما تنسوش المقاطعه، وده زي ما قلت لكم. استنوني بقى في فيديوهات تانية كتيره وروتينات جميله ان شاء الله مع الركنه الجميله بتاعتنا دي. وما تنسوش تقولي رايكم ايه في اللون، واسيبكم في رعايه الله، واشوفكم في فيديو جديد على خير. مع السلامه.